الشركات يا مان، اشتغلت في كام شركه لحد دلوقتي استاذ عبد الحميد؟ هلا نعيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشركه مش هي الملاذ الامن، لا الكوربريت ولا الشركه العاديه. يا الله. متبقاش انتنس قوي في المشاعر وفي العلاقه مع فريق العمل بتاعك، يعني مش اعرف حجمهم بس ما تسيبهمش ياخدوا حيز اكبر من الحيز بتاعهم، لان دول ناس هتشوفهم كل يوم يمكن اكتر من ابوك وامك، خصوصا لو انت في الغربه فدول بيكونوا يعني الفاميلي. بس في الاول وفي الاخر هم ناس غصب عنهم لازم يشوفوك كل يوم، يعني هم ناس ما اختاروش، هم مش اصدقاء، هم ناس غصب عنهم لازم يشوفوك كل يوم. أنا اشتغلت في مصر في شركتين، ولما جيت هنا 1 2 3 4 شركات هنا. أنا دول 6 7 في الرينج ده. انا بقى مع فكره لو حد عنده فرصه ما يشتغلش في شركات ما يشتغلش ده هو ده كده اصلا يعني. هنبدأ لكم بالحل ديت سبوتنج دايفنج، كبة باللبن، انا مثلا ببيع عقارات، مش هروح افتح، مش هبيع عقارات فريلانس. ممكن لو انا عندي اوريدي يعني بورتفوليو اوف انفسترز، مستثمرين بتوعي وبتاع، ماشي هنا ممكن، لكن كده زيك يا انت هو انت معاك سكيل. جماعه عبد الحميد سي جي اي، قول لهم ايه انا بقى بشتغل 3 دي 3 دي بيعمل سي جي اي وحاجات، فيجوال افكتس، بيكبر الحاجات، بيخليها كده اكبر من مكانها واكبر من حجمها وبتاع. فيجوال افكتس بالظبط. هنا الباستا، ده عمو بتاع الباستا، ورينا يا عمو. بيرفكت. تشيكن شاورما، مش عارف ليه الواحد ياكل تشيكن شاورما، تعبنا منها يعني. الواحد هنا اكيد مش هياكل تشيكن شاورما، بس ممكن ياكل لحم ضان، ممكن جدا يعني. هنا سلطات، يس، ليمون دريسنج، بلزاميك دريسنج، ليمون دريسنج، بلزاميك دريسنج اند كوكتيل دريسنج. سلطات كتير صراحة، الواحد ما عندوش بطن الكلام ده كله، ولكن نجرب الجبن ليه لأ. دن سوشي، مش عايزين سوشي صراحة، أنا مش من بحب السوشي. طبعا اللورباك أكيد تبقى معانا في الأكل، والبريدز نعم. يعني مثلا از سي جي اي ما كنتش اعرف ايه سي جي اي من سنه مثلا، بس قررت ان انا هنميها عشان ما اشتغلش في شركه. من الاخر كنت شغال في شركه وبتعلم الحاجه دي في الطريق عشان اسيب الشركه، فانا مسافه ما دخلت الشركه قررت ان انا اسيبها يعني، ودي رول كويسه في الحياه. وبرضه رول لازم نفهمها عشان يعني نغير بس في المايند سيت بتاعت الناس، انه انت الشركات اللي اشتغلت فيها في كام شركه قفلت؟ واحده قفلت وواحده انا سبتهم عشان البريشر ملوش لازمه. حلو. انا عندي في شركتين قفلوا، يعني في شركه لسه قافله امبارح، يعني شركه كنت شغال فيها قفلت بعد ما انا سبتها بحوالي 3-4 شهور، وكانت شركه كبيره يعني، مرتبه على مطور كبير قوي في الامارات، ومحققين الملايين، وكسبنا معاهم جوائز، وبصراحه عملت معاهم شغل كويس جدا. ومش بس عندهم حاجات الاندور، عندهم كمان باربيكيو اوت دور. يا الله يا الله على الفراخ، جعان والله جعان. الجمبري، اوف، شوفوا السايز، الليمون باتر، اوف، والكفتة مان، يا الله. تقبل صيامنا يا رب. عارف اللي هيحصل هنا؟ بس هيكون في ساق. هلا نعيم. هلا نعيم. وعليكم السلام. عليكم. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله. فالشركات لا حلوة كانفايرمنت، وكده كده اي حد بيتخرج لازم يشتغل في شركة علشان يفهم انه ابواب السكريت دي لا تعبر عن شيء.
الحاجات اللي كلها ازاز واللابتوبات والبدل والفساتين والكلام ده كل ده لا يعبر عن شيء. الاول في الاخر المهم هو انت. علاقتك مع الناس اللي في الشغل دي مهمه، لانها علاقات ما تعرفش كل واحد هيتطور وهيروح فين. خلي علاقاتك بيهم كلها شويه يعني نيوترال، مش انتنس قوي ولا ايه تقول له صباح الخير تبقى عمرو دهنه في نفسك كده. لا، خليك الدنيا لذيذه، لانه في الاول وفي الاخر يا انت هتسيبهم يا هم هيسيبوك، ومش هتفضل لك غير انت والشويه علاقات الكويسه اللي انت خلقتها مع الناس بس. فده كله. تحب تضيف اي حاجه يا استاذ حميد؟ ما تنسوش تعملوا لايك نقفل الفلوج اللي هنا. يلا بينا.